هي حكاية قديمة ومشهورة بدأت من زمان، وكانت الناس زمان بتقول إن أي حد هيحاول يفتح مقبرة فرعونية أو يلمس حاجات من جواها هيجيله لعنة تخليه يعاني من أمراض غريبة أو حتى يموت بشكل مفاجئ. الناس زمان كانوا بيخافوا أوي من اللعنة دي، وده خلى الأسطورة تنتشر بشكل كبير. بداية أسطورة لعنة الفراعنة. اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بطة، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن لعنة الفراعنة. هل هي اسطورة ولا هل هي شيء حقيقي؟ ازاي بدأت اسطورة لعنة الفراعنة؟ سنة 1922 تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ امون على ايد عالم الاثار البريطاني هوارد كارتر. المقبرة دي كانت واحدة من المقابر اللي محدش لمسها تقريبا، وده كان حدث كبير جدا في عالم الآثار وقتها. بعد ما فتحوا المقبرة بدأت تحصل شوية حاجات غريبة، وده خلى الناس تربطها بلعنة الفراعنة. حكاية اللورد كارنارفون، وده واحد من اللي كان بيمول حفريات كارتر، مات بعد فترة قصيرة من فتح المقبرة بسبب لدغة بعوضة اتحولت لعدوى قاتلة. الصحافة وقتها ربطت موته باللعنة، وبدأت تنشر أخبار عن لعنة الفراعنة اللي بتصيب أي حد يلمس المقابر. الموضوع ده خلى الدنيا كلها تتكلم عن اللعنة وكأنها حقيقة لا جدال فيها. وفيات غامضة، وده خلى الناس تشك في بعض الوفيات اللي حصلت في ظروف غامضة. اللعنة ما وقفتش عند كده، في أكتر من شخص شارك في اكتشاف المقبرة ماتوا في ظروف غامضة جدا، زي سكرتير كارتر اللي مات برضه بعدها بفترة قصيرة، وواحد من العمال اللي ساعده في نقل الآثار اتعرض لحادث موت برضه بشكل غامض. كل الأحداث دي خلت الناس تتأكد أكتر إن في لعنة بتطارد أي حد يقرب من مقابر الفراعنة. النقوش اللي على المقابر، الموضوع كمان مرتبط بالنقوش اللي كانت موجودة على جدران المقابر. المصريين القدماء كانوا بيكتبوا تحذيرات على جدران المقابر عشان يخوفوا أي حد يفكر يدخلها أو يسرق منها حاجة. النقوش دي كانت بتقول حاجات زي الموت هيجي على جناحين سريعين لكل اللي هينتهكوا راحة الملك. الحاجات دي كانت بتخلي أي حد يفكر مرتين قبل ما يقرب على المقبرة. لكن في تفسيرات علمية، العلماء حاولوا يفسروا الأحداث الغريبة دي بشكل علمي. قالوا إن المقابر اللي بقالها آلاف السنين مقفولة ممكن تكون اتكون فيها فطريات أو بكتيريا سامة بسبب البيئة المغلقة دي، ولما بيتم فتح المقبرة الهواء الملوث ده بيتنفسوا الناس اللي موجودين، وده ممكن يسبب ليهم أمراض خطيرة. وده اللي حصل مع الناس اللي ماتت بعد فتح مقبرة توت عنخ آمون. طب الغازات السامة دي حكايتها يا ابو بطة؟ هقول لك، بس لو لسه بتتفرج علينا لأول مرة يا ريت ما تنساش تشترك معانا في القناة. بص يا سيدي الناس، كمان في نظرية تانية بتقول إن المواد الكيميائية اللي كانت بتستخدم في التحنيط اتخزنت في المقابر، ممكن تكون أصدرت غازات سامة زي أول أكسيد الكربون أو الأمونيا. الغازات دي لما بتتراكم في مكان مغلق لفترة طويلة ممكن تبقى سامة جدا، ولما بيتفتح المكان الناس بتستنشقها وبيحصل لهم مشاكل صحية خطيرة. رغم ان في شوية حالات موت غريبة حصلت بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، الا ان في كتير من الناس اللي شاركوا في الاكتشاف عاشوا سنين طويلة من غير ما يحصل ليهم اي حاجة. ده بيخلينا نفكر ان ممكن تكون الحوادث دي مجرد صدفة او مبالغة من الصحافة اللي كانت بتدور على قصة مثيرة للناس وقتها عشان تشغلهم. رغم كل التفسيرات العلمية عن لعنة الفراعنة، بقت جزء من الثقافة الشعبية حوالين العالم. في أفلام ومسلسلات وروايات اتعملت حوالين الموضوع ده، وكلها بتعتمد على فكرة إن في لعنة بتطارد اللي يقرب من كنوز الفراعنة. الأسطورة دي لسه بتشد الناس لحد النهاردة، ومهما حاولنا ندي تفسيرات علمية الخيال الشعبي دايما بيخليها حية ومثيرة. وفي الخلاصة لعنة الفراعنة هي مزيج من الحقائق والخيال، رغم ان في شوية تفسيرات علمية للحوادث اللي حصلت بعد اكتشاف المقابر، الا ان فكرة لعنة الفراعنة لسه محتفظة بجزء من سحرها وغموضها. الناس دايما بتحب القصص اللي فيها غموض ورعب، وده بالظبط اللي بتقدمه حكاية لعنة الفراعنة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو اول مره تسمعونا ولسه مكملين معانا نهايه الفيديو، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامه.